هلو everyone. جات لي اسئله كتير جدا على ان انا عايزه احسن الانجليش بتاعي، بس انا زهقت من ان انا اروح كلاس وافضل اخد فوكابيلاري واخد جرامر وافضل امشي بالشكل التراديشنال. هل في طريقه ان انا احسن الانجليش بتاعي من غير ما اخد الطريقه التراديشنال والطريقه القديمه دي؟ في طرق كتير جدا. احسن واسهل طريقه فيهم هي الاوثنتيك ماتيريال. واحده من الاوثنتيك ماتيريال دي، يعني ايه اوثنتيك ماتيريال؟ اوثنتيك ماتيريال يعني حاجه تقدر تتعلم الانجليش من النيتيف سبيكرز، من سواء مثلا موفي او سيريز، او ان انت تتفرج حتى او تسمع حتى سونج، او ان انت تقرا ارتكل، او ان انت حتى تقرا نيوز بيبر. اي حاجه من الحاجات دي هي اوثنتيك ماتيريال. طيب خليني اقول لك على احسن طريقه واكتر طريقه افكتيف في الاوثنتيك ماتيريال، هي ان انت تقرا. وعلشان نقرا لازم نعمل حاجتين: لازم تكون محدد مستواك، ولازم كمان تكون عارف انت ايه حابب تقرا ايه. يعني ما ينفعش اكون انا حد بيجنر ولسه ببدا في الانجليش واجيب كتاب مثلا 500 صفحه والانجليش بتاعه ادفانسد. لازم ابقى عارف الليفل بتاعي ايه وهقدر اختار الكتاب بناء على الليفل بتاعي. وتاني حاجه لازم اكون عارف انا بحب اقرا مثلا كتب نوفلز، بحب اقرا حاجات ليها علاقه بالرومانس، بحب اقرا حاجات ليها علاقه بالساي فاي سايكولوجي. انا مثلا بحب اقرا كتب السايكولوجي. خليني اقول لك على ايديوم انا اتعلمته جديد من الاوثنتيك ماتيريال ومن كتاب انا بقراه اسمه Too Nice for Your Own Good، وهو Wet Behind the Ears. تاني خليني اقوله لك: Wet Behind the Ears. Wet behind the ears. يعني ايه wet behind the ears؟ يعني حد lacking experience، يعني مفتقد شويه الخبره. خليني اقول لك example: The teacher felt wet behind the ears when he made a mistake in front of his students. استناني فيديوهات تانية علشان اقول لك على tips وتريكس ازاي تتعلم انجلش من غير ما تضطر تروح لكلاس وتتعلم بالشكل التراديشنال. خليني كمان اقول لك ان احنا في جو توكي بنقدم هنا سبيكينج بروجرامز هتساعدك ان انت تحسن الانجليش بتاعك، تحسن السبيكينج سكيل بتاعتك برضه بشكل جديد مش تراديشنال. Thank you. Bye.